أهلا بيكم. يا ترى هل ممكن لسنة واحدة بس إنها تغير كل شيء في حياة الواحد؟ حسب التوقعات الفلكية سنة 2026 ممكن تكون هي السنة دي. الكلام كله عن موجة فلكية نادرة جدا هتضرب في السنة دي وممكن تغير مصير 6 أبراج بالكامل. يلا بينا نشوف حكاية الظاهرة الكونية دي. يعني في سنين بتعدي علينا بهدوء، ممكن من غير ما نحس بيها أصلاً. لكن في سنين تانية زي ما التوقعات بتقول عن 2026 بتيجي زي العاصفة بالظبط. عندها القدرة إنها تغير مسار حياتنا كله وتفتح أبواب كانت مقفولة تماماً. وهو ده السؤال اللي بيطرح نفسه، وحسب التنبؤ الكوني ده الإجابة هي نعم، وبقوة كمان. بيتقال إن سنة 2026 شايلة معاها قوة تحويلية رهيبة، يعني قادرة تقلب الموازين وتعيد رسم الخرائط الشخصية والمهنية لناس كتير. طيب، خلينا ندخل في التفاصيل على طول. الوعد الأساسي للسنة دي هو موجة من الثراء المفاجئ والفرص اللي مش بتتكرر كتير، والسبب اصطفاف كوكبي معين بقاله سنين طويلة ما حصلش، وده بيخلق طاقة كونية ضخمة جدا وموجهة لأبراج معينة. طيب، مين هم ال6 أبراج المحظوظين دي اللي هتكون في قلب الحدث؟ هم الثور، الجدي، العذراء، الميزان، الحوت والأسد. فلو برج أي حد من الأبراج دي يبقى الكلام اللي جاي ده مهم جدا. يلا نبدأ بأول برج معانا، برج الثور. بيتقال إن 2026 هتكون هي السنة اللي هتبدأ فيها القصة المالية الحقيقية لمواليد الثور. الموضوع مش مجرد تحسن بسيط، لا، دي بداية دورة جديدة بالكامل، دورة ذهبية. الفكرة هنا إن الثروة اللي جاية للثور مش هتكون فلوس سريعة وتطير، لا، دي هتكون ثروة ثابتة وبتنمو مع الوقت. الطاقة الفلكية حسب الكلام ده هتدعم الاستقرار، يعني ممكن مشروع كان واقف بقاله فترة يتحرك فجأة، أو تيجي ترقية ضخمة ما كانتش في الحسبان خالص. طيب، نروح للبرج اللي بعده، الجدي. كلنا عارفين إنه الجدي صبور وبيحب يطلع السلم خطوة خطوة، لكن سنة 2026 كأنها بتقول له خلاص كفاية طلوع بطيء، جه وقت القفزة الكبيرة. وهنا السر كله. القوة اللي جاية للجدي حتكون من خلال المناصب والنفوذ. طاقة الكواكب ممكن تحطه في قلب صناعة القرارات الكبيرة. ممكن ده يكون في شكل ترقية مفاجئة لمنصب قيادي، أو صفقة ناجحة جداً تيجي بدعم من شخصية مهمة. وثالث برج معانا هو العذراء. بالنسبة لمواليد العذراء، 2026 هتكون سنة اكتشاف الكنز الحقيقي اللي عندهم بالفعل، يعني سنة تحويل المهارة والخبرة لثروة حقيقية وملموسة. يعني الفرص مش بالضرورة هتيجي للعذراء من برا، لا، دي هتطلع من جواهم. الطاقة الفلكية دي يعتقد إنها هتزود تركيزهم بشكل كبير، وده هيخليهم يقدروا يحولوا هواية بسيطة لمشروع تجاري ناجح، أو يبيعوا مهارة بيتقنوها بسعر أعلى بكتير من اللي كانوا بيتخيلوا. ونوصل لبرج الميزان. بعد سنين طويلة يمكن كان فيها صبر وانتظار، بيتقال إنه 2026 هي سنة التعويض المالي الكبير، سنة عودة الحظ وبقوة ما كانتش متوقعة. الكلمة السحرية للميزان في السنة دي هي العلاقات. الكواكب هتدعم الشراكات والتعاون بشكل كبير، يعني ممكن الفرصة تيجي من خلال صديق قديم، أو شراكة تبدأ بشكل بسيط وبعدين تكبر بشكل خيالي، أو حتى عرض عمل يجي من خلال شبكة معارفهم. ودلوقتي نيجي لبرج الحوت. هنا الموضوع مختلف تماماً. بالنسبة للحوت الفلوس مش هتيجي من خطط دقيقة وحسابات، لا، دي هتيجي من الإلهام والحدس. 2026 هي السنة اللي عالمه الداخلي الغني هيترجم لمكاسب مادية. ده معناه إن فكرة إبداعية، عمل فني، أو حتى موهبة ما كانتش بتستغل صح ممكن فجأة تتحول لمصدر الدخل الرئيسي. دي سنة الصحوة الروحية والمالية مع بعض لمواليد الحوت. وأخيراً ختامها مسك مع ملك الأبراج، الأسد. الأسد بطبيعته دايماً بيسعى للقمة، وبيتقال إن السنة 2026 هتديله كل الأدوات اللي محتاجها عشان يوصل لمكانه الطبيعي في الصدارة. ده عام التتويج المالي بمعنى الكلمة. يعني فلوس الأسد هتيجي من شخصيته نفسها. الكاريزما والحضور بتوعه هيكونوا هما المغناطيس اللي بيجذب الفرص. ده هيفتح له أبواب المناصب القيادية والشهرة والمشاريع اللي بتعتمد على تأثيره الشخصي. دي سنة نجم الأسد هيلمع فيها بشكل مش طبيعي.
طيب، عرفنا كل التوقعات الجميلة دي. السؤال الأهم دلوقتي، إزاي الواحد يجهز نفسه للموجة دي؟ لأن الفرص الكبيرة سواء كانت جاية من النجوم أو من مجهودنا محتاجة استعداد. لو مش جاهزين ممكن تعدي من قدامنا من غير ما نعرف نمسكها. المصدر بيقدم 5 خطوات عملية ومهمة جداً. الخطوة الأولى الاستعداد الذهني، يعني الواحد يتخيل النجاح اللي هو عايزه، لأنه العقلية الإيجابية تجذب الفرص. الخطوة الثانية تطوير المهارات، لازم نستثمر في نفسنا ونتعلم حاجة جديدة. الخطوة الثالثة بناء نظام مالي، لازم نبدأ نحوش ونستثمر حتى لو بمبالغ صغيرة. الخطوة الرابعة توسيع شبكة العلاقات، نتواصل مع ناس جديدة، لأنه أغلب الفرص بتيجي عن طريق الناس. وأخيراً وأهم حاجة المرونة، نكون مستعدين نغير خططنا ونستغل أي فرصة غير متوقعة تيجي في طريقنا. والكلمة دي بتلخص كل حاجة. سنة 2026 مش مجرد سنة عادية في التقويم، دي بتعتبر نقطة تحول حقيقية، نقلة من مرحلة الانتظار والترقب لمرحلة العمل والانطلاق بقوة نحو أهداف أكبر بكتير. وفي النهاية بيفضل السؤال الأخير لكل واحد فينا، لما الموجة دي توصل فعلاً، موجة الفرص دي، هل الواحد هيكون جاهز إنه يركبها ويستفيد منها لأقصى درجة؟ ولا هيقف على الشط يتفرج عليها وهي بتعدي؟ القرار في الآخر بيرجع للاستعداد الشخصي.